السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. خلال حفل زفاف شاهد أحد الحضور معلما كان يدرسه في المراحل الابتدائية قبل نحو 35 سنة. أقبل الطالب بلهفة والاشتياق على المعلم بكل تقدير واحترام، ثم قال له بشيء من الخجل والخزى: هل تتذكرني أيها الأستاذ؟ فقال له المعلم العجوز: لا يا ابني، لا أتذكرك. فقال الطالب بصوت خافت: كيف لا تعرفني؟ فأنا ذلك التلميذ الذي سرق الساعة من زميله في الصف. وبعد أن بدأ الطفل صاحب الساعة يبكي طلبت منا أن نقف كلنا جميعا ليتم تفتيشنا وتفتيش جيوبنا. أيقنت حينها أن أمري سيفضح، وأن أمام التلاميذ وسأبقى موضع سخرية، وستتحطم أمالي كلها وتبدأ شخصيتي تافهة. أمرتنا أن نقف صفا، وأن نواجه بعضنا البعض، وأن نواجه كلنا إلى الحيط وأعيننا مغمضة تماما. أخذت تفتش جيوبنا، وعندما جاء دوري في التفتيش سحبت الساعة من جيبي، ووصلت في التفتيش إلى أن اكتشف الطالب الآخر ولم يكتشف الطالب الآخر من هو السارق. وبعد أن انتهيت طلبت منا الرجوع إلى مقاعدنا، وأنت كنت مرتبا ولم تفضحني أمام الجميع. ثم أظهرت الساعة وأعطيتها للتلميذ، ولكن لم تكن تذكر اسم الذي أخرجتها من جيبه. وطول السنوات من الابتدائي حيث كنت لم تتحدث معي، ولم تعاتبني حتى هذا اليوم، ولم تعرف ولم تعترف لأحد من سرق الساعة. ولذلك المعلم قررت حين ذاك أن لا أسرق طول حياتي أي شيء أيا كان صغيرا أو كبيرا. فكيف لا تذكرني يا أستاذ وأنا التلميذ وقصتي مؤلمة ولن ينساها أحد. آه رتب المعلم في طبطب المعلم على ظهر التلميذ وقال له وهو مبتسما: بالطبع لا أتذكر ذلك الواقعة يا بني. صحيح أنني اعتمدت وقتها أن نفتشكم وأنا مغمض العينين مثلكم، حتى لا أفضح من هو السارق أمام زملائه. ولكن ما لا تعلمه يا ابني هو أنني أيضا فتشتكم وأنا مغمض العينين ليكتمل الستر في الدنيا والآخرة. هذا ترتيب الزمن، أني لا أفضح أحد. من ستره الله ستره ليوم القيامة. إذا أحببت القصة ادخل قناتي المتواضعة سمر حوارات. وهاي كانت قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. صلوا على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحبكم بالله، لا تنسونا من دعوة حلوة منكم. شكرا للمتابعة. سلام.